قبل فترة تعلمون على ضريح الإمام الرضا هناك سندان فضي ثقيل، سندان ما توضع فيه الزهور والورود. كل يوم مسؤول أو كل يومين يصعد على السلم مسؤول على سطح الضريح ويضع هذا السندان وعليه الزهور مختلفة الألوان جميلة، وبعد يومين يصعد وينزل بهذا السندان يغيرون الزهور حتى يجعلون زهور طازجة على ضريح الإمام سلام الله عليه. طبعا هذا ثقيل، يمكن 5 كيلوات 6 كيلوات وزن هذا السندان، وهو من الفضة ثمين جدا. هذا المسؤول مسؤول الحرم صعد على الضريح، بينما هو يريد أن يضع السندان على الضريح سقط من يده، السندان سقط من يده على رأس الزوار مباشرة على رأس زائر من الزوار، وشج رأسه وسال الدم. ما يخالف، هنيئا له، واحد ينكسر راسه ينجرح في حرم الإمام الرضا بواسطة سندان الزهور والورود، ألف عافية عليه. هو ومن كان معه من أهله، يمكن 2 3 وياه، الناس شافوا هذول يصيحون صلوات والله أكبر وبكاء، رأوا أن هذه الحالة ليست حالة إنسان مثلا انكسر رأسه أو شج رأسه أو انجرح، لا، قضية أخرى. اجوا يسكتوه، مش فيكم؟ شافوا هذا المجروح بين الدم يجري من رأسه يصيح شكرا شكرا حبيبي علي بن موسى الرضا، فدوى روح، بالفارسي يقول فدوى اروح لك، روحي لك الفداء، انعم الله عليك. اجوا قالوا شنو هذول الملتفين حول اهله؟ قالوا القضية مو قضية انجرح، هذا أصم أطرم ما يتكلم من ولادته، الآن لما طاح السندان على راسه الآن انفتح لسانه، اللي الآن دا يصيح يتكلم. احنا بكائنا فرحنا صياحنا مو للدماء اللي تجري من رأسه، هذا اللسان انطلق انفتح لسانه الآن دا يتكلم. گرفتی دست من از لطف و احسان، کنون ریز خور خانه تو هستم، کنون ریز خور خانه تو هستم. آقا جون